يكفي أن الشعب كله مع المعلم ومع الأستاذ. المعلم راه هو أساس التربية، أساس المعرفة. بدون معرفة لا يمكنك أن تكون مثقفا، ولا يمكنك أن تكون سينمائيا، ولا يمكنك أن تكون مسرحيا، ولا يمكنك أن تكون مثقفا. فهو الأساس المعرفة هي التعليم، وأساس الثقافة هي المعرفة. يعني والأستاذ يعني هو ذاك الركن اللي هاز، يعني الا بغيتي تقول ديك الياجوره الصحيحه اللي هازه البنيان. فالاساس هو التعليم، ولكن بدون معلم كيفاش غنتعلموا؟ غنكونوا ناس بدائيين كان غاديين وصافي. تعليم اكاديمي، كتعرف كتحفظ بزاف شحال من حاجه تيعلمها لك المعلم. الكلمه الاولى تيعلم الحرف الاول كيعلمو لك المعلم. ويكفي ما قاله الشاعر هذه السنين: قم للمعلم وفيه التبجيل، يعني كاد المعلم ان يكون رسولا. شنو هي رسول؟ فهو رسول ويبلغ العلم والمعرفه وكيوصلها لك. المعلم بزاف د الحوايج كيديرهم اللي ربما في الخفاء. حنا تيبان لنا المعلم غير كيمشي سميتو المدرسه وكيجي، لا راه كيدي معاه كتوبه للدار وكيبقى يصحح الليل كامل. انا عندي اصدقاء ديالي معلمين واساتذه كيبقى مسكين الليل كامل وتيهيئ في الدروس باش الغد يجي لعند الدراري ويوجد لهم الدرس ديالهم، لان الدري تبارك الله ولا متفوق الان التلميذ، ولا كيمشي ويبحث في جوجل ويبحث هذا وكيجيبوا دروس ويوضع اسئله. بعض الخطرات كيوضع اسئله للمعلم، خص المعلم يكون واجد يعني. ولا المعلم بحال وعاد كاينه لاميليوراسيون ديال المعلم ديالو بوحدو. قول لي كاين شي تكوين مستمر ديال المعلم تيتخرج تيخليو منه راسو، وسيرتو اللي كيطلع للجبل. وهذا الشيء راه هضرت عليه انايا في التسعينات في سكيتش ديالي. هضرت على المعلم اللي كيمشي للجبل. كاينه معلمه انا كنت كنعرفها وادماء، وملي كنتفكرها كتجيني البكيه. كانت مسكينه والده وكدي معها ولدها وكتدي معاه الدوايات اللي غيقدروا يداويو وليداتها، ذاك الوليد ذاك البيبي، لان الطبيب بعيد عليها. ومني كيمرض لها ولدها والبرد. انا مؤخرا مشيت لنواحي ديال بني ملال، وهما الناس ديال بني ملال يقولها لك. وكنت سارى انا واحد البرلماني تماك، ونقدر نعطيكم السميه ديالو. ولقيت معلم وكنت داير انا في سكيتش القسم، النص فيه ديروا للتلاميذ والنص فيه دير طاولات جالس فيهم ما عندوش بيت. وطلبت من هذاك السيد ذاك البرك الله يجازيك بخير نبنيو لهذا السيد بيت. قال لي الارض وانا نعيط على مول الارض، وطلبت وانا واقف قلت له الله يخليك، والحمد لله قدرنا نبنيو له بيت. منين المعلم كتصيفطوا له واحد القنت وما عندوش حتى فين يسكن، ما عنده لا دوش لا طواليت لا والو، هذا الشيء راه يحس في القلب. هذا انا نجيبه يبقى واقف في الشارع ويغوت ويقول بغيت حقي، ما نخليش يقول هذاك اللي علمني انا نقول حقي راه هو المعلم. المعلم هو اللي علمني ما هي العداله الاجتماعيه. المعلم انايا هذه الايام الاخيره المعلم تعرض للعنف، المعلم تعرض لسوء الاحترام، المعلم تعرض بزاف د الحوايج. المعلم اش غنقول لك؟ ملي كنقول المعلم راه غادي حتى الاستاذ الجامعي. المعلم يتقاضى اجرا كيطيح في غرامه على وحده راقصه ولا مغنيه، حرام. هذا انا تنقول حرام. انا مستعد من غدا الا كانوا الدوله باغيين يفرضوا علينا كاع، يفرضوا علينا انا شخصيا من اولاد الناس، يفرضوا علينا ضريبه خاصه اللي تعطى للمعلم، انا قابلها. ولا بغاو العدد ديال الناس يقبلوا هذه الفكره، وهذه الضريبه تمشي لصندوق خاص بالمعلمين والاساتذه وتعطاهم هذيك الفلوس، لانهم هما ملي كيولي المعلم تيقري لان هذا موضوع كبير. ملي كيولي المعلم تيقري الامه كلها وما قادرش يقري ولاد، وهذه راه خطيره. هذه ديال الجزار وكيتعشى باللفت. انا كنعرف معلم مسكين تيقري ولاد الناس، ولكن ولادو ما قادرش يقريهم. ديك الكتوبه ما قادرش يشريهم اليوم في بعض الاحيان لان ظروفه ما كتسمحلوش، لانه كاري. المعلم كيفاش بغيتي هذا يركز ويقدر هذه كلها اشياء. معلمين بزاف اللي ما عندوش حتى مسكين حتى الطوموبيل، كيجي في موطور ولا كيجي. كيفاش غادي ينال الاحترام ديال التلاميذ وهو كيتزاحم معاهم في الطوبيس؟